كان يا مكان مش شرط تكون حكاية خرافية ومش شرط تكون بعيدة، أوقات الحقيقة بتكون أعمق من الخيال. أنا أحمد خالد وده بودكاست الراوي. في البودكاست ده هنحكي سوا قصص مش أي كلام، قصص عن ناس غيروا في العالم، عن لحظات غيرت مصير شعوب، أو حتى حكايات بسيطة بس سابت أثر كبير. هنحكي وهنتأمل وهنرجع شوية ونتقدم شوية، وكل مرة هنسافر في حكاية جديدة. لو بتحب القصص، لو بتحب تفهم اللي ورا الأحداث، يبقى خليك معايا. أنا الراوي والحكاية لسه ما بدأتش. النهاردة هحكي لكم واحدة من أخطر الحكايات اللي ممكن تسمعوها. 5 محاولات خطيرة جدا لسرقة جسد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حكايات وراها مكائد، بس دايما ربنا سبحانه وتعالى كان بيتدخل دايما ويحمي نبيه. تعالوا نعرف ايه اللي حصل. المحاولة الأولى، ريح ربنا اللي زلزلت الأرض. في زمن الحاكم بأمر الله العبيدي جه واحد وقال له فكرة جهنمية: لو خدنا جسد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مصر، كل الناس هتيجي عندنا بدل ما يروحوا المدينة. الحاكم عجبته الفكرة وبعت ناس فعلا ينفذوها، بس أهل المدينة وقفلهم وقالوا لا، ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم محدش هيقرب له. وتاني يوم ربنا بعت ريح شديدة جدا، الأرض كانت بتهتز من قوتها كأنها كانت بتصرخ وتحذرهم. الريح دي خلتهم يجروا مذعورين ومحدش منهم قدر يقرب تاني. المحاولة التانية، النفق السري. بس الحاكم العبيدي ما وقفش. في نفس الفترة بعت ناس يشتروا بيت جنب الحرم النبوي. خطتهم كانوا يحفروا نفق من البيت لحد القبر الشريف. لكن فجأة أهل المدينة سمعوا منادي في نص الليل بيقول: نبيكم ينبشوا قبره. أهل المدينة جريوا فتشوا البيوت كلها لحد ما لقوا المجرمين وما رحمهمش، واتقتلوا في نفس المكان، وربنا حمى نبيه للمرة الثانية. المحاولة الثالثة، رؤيا نور الدين زنكي. المحاولة الثالثة بقى كانت أخطرهم. ملوك النصارى خططوا يبعتوا 2 من النصارى المغاربة، لكن ربنا ما بيسيبش نبيه. القائد نور الدين زنكي شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبيشاور على 2 أشقرين وبيقول له: أنقذني، أنجدني منهم. الرؤية اتكررت أكتر من مرة. نور الدين ما استناش، سافر فورا للمدينة ومعاه جنوده. قلبوا كل المكان لحد ما لقوا ال2 نفسهم اللي شافهم في المنام. نور الدين أمر بقتلهم فورا، وبعدها أمر بحفر خندق ضخم حوالين الحجرة الشريفة. حفروه لحد ما وصلوا للمية وصبوا فيه رصاص منصهر علشان يعملوا سور حصين يحمي قبر النبي صلى الله عليه وسلم للأبد. المحاولة الرابعة، لصوص البحر. المحاولة الرابعة كانت من جماعة نصارى سرقوا ونهبوا قوافل الحجاج. المرة دي قرروا يعملوا مصيبة أكبر، قالوا هننهب القبر الشريف. ركبوا البحر متجهين للمدينة، لكن ربنا كان ليهم بالمرصاد. سفن من مصر خرجت وراهم ولحقتهم وقبضوا عليهم واحد واحد. اتأثروا كلهم وتوزعوا على بلاد المسلمين، واتكتب الفشل على خطتهم قبل ما يوصلوا حتى قرب المدينة. المحاولة الخامسة، خسف الأرض. آخر محاولة كانت أبشعهم. في نصف القرن السابع الهجري 40 واحد اتجمعوا وقرروا ينبشوا قبر أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، لكن وهم بيحفروا في نصف الليل الأرض نفسها انشقت تحت رجليهم، اتخسفت بيهم في لحظة، ومن ساعتها محدش قدر يقرب. 5 محاولات كلها انتهت بنفس النهاية، وهي الفشل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحماية نبيه صلى الله عليه وسلم. دي مش مجرد قصص تاريخية، دي دليل إن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بحماية إلهية، وأنه صلى الله عليه وسلم في أمان إلى يوم القيامة. ودي كانت حكايتنا النهاردة. أنا الراوي، وحكايتنا لسه ما خلصتش.